يا صباح الفل، يا صباح العسل. عاملين ايه وازاي صحتكم؟ انتوا كويسين؟ انا طبعا ايه النهارده هنعمل باميه بقى. باميه طبعا لسه طالعه طرفه، وبنحب نطبخوها وهي طالعه طرفه. انا امبارح كنت عند بنتي، كانت قري فتحت بنتها، وربنا يكرمها كده ان شاء الله، وهي واللي زيها وعقبال الحبايب كلهم. وانا اتشرفنا بناس محترمه، واحنا وناس والله نعمة الناس، الحمد لله. الطيبين للطيبات طبعا، الحمد لله يعني. عريس واد محترم وربنا يكرمه ويكرم كل من كان يا رب. انا بس هعمل هحط لها حته ليا عشان تبقى عشان الباميه بتحب الليا. يا نقطعها يا نبشرها، حاجه من الاتنين. هنشوف كده نبشرها عشان انا كنت حاطاها في الفريزر. عاملين ايه وازاي صحتكم؟ والله قعدنا قعدة جميلة امبارح وناس محترمة، والحمد لله عقبال البنات كلها ويفرح الناس كلها يا رب. الحمد لله. والنهارده هنعمل شوية بامية بقى حلوين، خضرة. طبعا انتوا عارفين ان انا بديها غلوة وبعدين اسقطها في في الطماطم. انا قلت اعلق على اللحمة الاول وبعدين اقعد اقمعها، وبعدين وانا قاعده كده بقى مع نفسي كده امحها واقوم اسلقها، بديها غلوه واسقطها بميتها. وطبعا بحط لها ليمونه، بقطع ليمونه بحالها واحطها مع بعضينا بقى ان شاء الله واحده واحده باذن الله. عاملين ايه وازاي صحتكم؟ متشكرين على الكومنتات الحلوه بتاعتكم، كده حلوه زيكم والله. انا كده قطعت حته ليا، حطيتها في عشان اما اقطع البصل تتقلى بيها. تعالوا اشربوا شاي معايا، بس انا كيفة شاي، كل ما اصور تلاقوني بشرب شاي. يلا الحمد لله على كده. خلاص الامتحانات على الابواب، وادعوا للعروسه برضو ربنا يكرمها، هتمتحن برضو ان شاء الله. والحمد لله ربنا يكرم البنات كلها ويسعد البنات كلها، واللي عندها بنت ربنا يفرحها بيها ان شاء الله. احنا اول مره نعمل باميه النهارده، يعني طلع هي بقالها حبه بس اول مره، بس لسه غاليه يعني. هي لسه ما ومش هترخص برضه، مفيش حاجه دلوقتي بترخص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. النهارده مش عارفه مالي الضغط عندي عالي باين عليه، والله من امبارح وانا عندي صداع، ف فباين عليه الضغط عالي. الحمد لله على كده، الحمد لله. طبعا حته اللية دي هتخليها حاجه تانية طبعا، بالذات الباميه بتحب اللحمه الضاني، بس ما انا جايبه لحمه مش لحمه ضاني، فهي انها عاملاها باللحمه الضاني، هتلاقي يعني هتبقى ما شاء الله عليها برضه ان شاء الله. قطعنا البصل، هنروح نودوه على البوتاجاز ان شاء الله كده مع بعضينا باذن الله. هنودو بقى البصل اهي على البوتاجاز ان شاء الله.
صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. 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 ان شاء الله كده هنقمعه الباميه. انا واقفه معاكم يعني مش كلها عشان ما تزهقوش، هنقمع واحدتين كده ايه. طبعا انا غسلاها عشان بس ايه، غسلتها وايه سبتها لما نشفت هقمعها بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. الليمونه اهي طبعا لازم اعمل لها اقسمها واروح احطها وهي بتغلي، برضو بتخليها طعمها حلو والله. اللي ما بيعملهاش كده يجربها وهيدوقها هتبقى جميله. بس انا ناويه الباميه دي من امبارح ان انا نعمل باميه النهارده. بص على البصله كده،
طبعا انا هاخدها واقعد عشان أنا ما اقدرش اقف، بس نخلصوا الطماطم وهاخدها ونقعد عشان ما كترش عليكم. بس على بصله قربت اهي. عارفين ان انا ما بحمرش البصله بتاعتي قوي، تدي طعم حلو برضو في الاكل، خلي بالكم. حمرنا البصل خلاص اهي. بصوا، حطوا بقى اللحمه. نحط لها الفلفل الاسود. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هنحط لها بقى حبه 7 بهارات. نحط الطماطم. كملوا الطماطم التانية، نرجعوا تاني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. سيبوها بقى تستوى اللحمه، نكون قمحت الباميه ورجعت لها تاني ان شاء الله. بصوا غلينا الميه اهي، هنسقطوها بقى كده اهي، ندوها غلوه. وطبعا اللحمه استوت ان شاء الله عليها. تغلي بس وراح سقطها بميتها على الباميه ان شاء الله. تغلي غلوه واحده وروح ضيفها على الباميه. بنعمل بقى التومه، نقشر التومه اهو، بنقشره ونحط له فلفل وحبه كزبره ناشفه، وندق التومه وروح حطها على الباميه
ونقطع ليمونه ونحطها على الباميه، واتفرجوا اعملوا بطريقتي واتفرجوا على الجمال. الباميه هتبقى شكلها ايه صراحه والله تحفه، يعني انا ما بعملهاش غير كده. حبه باميه عسل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. نجيبوا بحتة صلصة نحطها على الطماطم دي عشان تحمر شوية. نحط حتة صلصة. الطريقة دي بتخلي البامية فاتحة بقى، عمرها ما بتغمق أبدا. جربوها وشوفوا، قولوا أم أحمد صح كلامها كده ولا لأ. كل واحد له طريقة طبعا في أكله، بس أنا صراحة طول عمري أعملها كده. وممكن لو بجففها وبعمل ميتها بعبيها بميتها واحطها برضو في الفريزر. اهو غلت كده خلاص كده اهي. خدها بقى كده بميتها كده بحالها بمالها، اروح ايه حطها عليها كده، تخش بقى ايه تكمل سواها ان شاء الله. بصوا المنظر بتبقى فاتحه ازاي الباميه اهي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصوا المنظر الباميه اهي، شوفوا فاتحه ازاي. هنحط لها طبعا ايه الليمونه. بصوا ادي الليمونه اهي، ادي واحده ادي واحده. حط بقى الليمونه عليها، وهدق لها طبعا التومه بالكزبره ها، وشموا ريحتها بقى صراحه بتبقى تحفه. هندق التومه مع بعضينا ان شاء الله. واللي عاوز يجرب برضو، طبعا كل واحد اكله شكل، وبرضو الطريقه انا بيعجبني طريقه حد تاني بعملها بتعجبني. انا بشوف برضو كل واحد بطريقته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ان شاء الله. بصوا بقى الكزبره اهي، كزبره اهي، كزبره وثوم وفلفل. حطها بقى في التحديقه كده. ان
شموا بقى الريحة بقى، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني. سيبوها بقى تستوي، وبعد كده ايه نطفوا عليها ومع بعضينا ان شاء الله تخلص اوريها لكم. هنعمل شوية رز بشعرية والحمد لله على كده. ادي يومي النهارده. خلصنا خلاص اهو البامية، خلاص اهي. بصوا فاتحة ازاي وجميلة ازاي اهي، بصوا. وعملنا الرز وخلصنا خلاص اهو. تعالوا بقى اتغدوا معايا، وتنسوش تحطوا لي لايك وتحطوا شير وتدوسوا على الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ادي جمال البامية اهي.